قلت لكم من فترة قريبة عيالي يطلبوني ساندويتش دجاج، ساندويتش عموما، قالوا بس نبغى ساندويتش يعني ما قد سويتيه، شيء ما قد ذقناه، فبصلح معاكم ساندويتشات. شوفوا هذا 3 صدور دجاج قطعتها من النص، بوريكم شلون. بس خليني اجيب قطعتها من النص، مش بالعرض، مش بالطول، عفوا بالعرض، عرفتوا؟ بعدين دقيتها شوي، شيء بسيط دقيتها زي كذا. وصلت معي 6 قطع، يعني كل قطعة بتكون حق ساندويتش، مش نحفتها لا، الواحد قصيته نص زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. بتبله تتبيله حلوه، وخلوا في التتبيله اطول وقت ممكن. بصلح معاه صوص مميز بالهالبينو الاحمر، بيعطيه طعم مره خرافي. اللي ما تبي الهالبينو تقدر تحذفه. بتبل الدجاج اول شيء. عندي هنا عصير ليمون، عصير ليمونه، وعصير نص برتقاله، تمام. وعندي البهارات هنا كركم، ملح، فلفل اسود، واهم شيء من مجموعة بهارات التوليفة، البهارات الإيطالية أو أي بهارات طبعا إيطالية أنت تستخدمينها عادي. للأسف حاليا مو متوفرة، طبعا نكثر منها شوي. وبضيف هنا عسل والصوص فيه توحار، بيعطي طعم مرة خيال، ما تتخيلون قديش لذيذ. ننزل بس العسل، وكمية حلوة وراهية من زيت الزيتون، خلينا نقول حوالي الربع كوب أو أكثر حتى. الآن اخلطي كل هذه المكونات مع بعض وخليها في التتبيلة. اخلطي كل هذه المكونات، ممكن تخلطين المكونات بعدين تتبلين فيها الدجاج براحتك. نسجي قد ما تقدرين، عرفتوا؟ زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. وخلي في التتبيلة الوقت اللي تشوفينه انتي مناسب. خلونا على ما هو يتبل، ابى اجهز الصوص واخليه جاهز. خلونا نغطيه ونخليه في التتبيله عادي. خلي يسوي من الليل ونقعيها بالليل، كل ما طولت كل ما كانت احلى. اللي ما عندها بهارات ايطاليه تحط روزماري وش اسمه ذا اوريجانو. يلا نحضر الصوص. عندي هنا ربع كوب من صوص الرانش، يعني تقريبا وصلنا الربع كوب. ابى اكثر شوي عشان يكفي كل ساندويتش. خردل حوالي ملعقة صغيرة، هردة او طحينة ملعقة كبيرة، جبن فيتا عشان نعادل العسل وحلاوة العسل، وهنا عندي هالبينو احمر، وبعد ايش، وصلصة فرنسية. صلصة فرنسية ما كانت مفتوحة رح تفتحها، برضو شيء بسيط. بس حول ملعقة. نخلط المكونات هاي كلها مع بعض. الهالبينو اضافته اختياري بس يعطي طعم خرافي. سكروا اذنكم. وهذا قوامه، هذا الصوص. من الدجاج بالتتبيلة حقته بحطه في مقلاة، وهذا الصوص صار جاهز. قطعوا لكم عاد خس، طماطم، مخلل، اللي ودكم تحطونه في الساندويتش حقكم. تبون ساندويتش طويل، ساندويتش مدور، هم براحتكم. خلونا نسخن بس المقلاة ونرجع نشوف كيف راح نسوي. طبعا هو بالتتبيلة عشان بخليه وقت طويل عشان تنضج الدجاجة وتستوي. سخنت زيت، بحط فيه قطع الدجاج. التتبيلة اللي طلعت منه راح احطها، لاني بخليه الدجاج يستوي بالتتبيلة حقتها، بماي التتبيلة حقتها، عرفتوا؟ كذا ما خليته موت ساخن، والحرارة هادية. عندي انا الى 9 حطيتها على رقم 7. طبعا الدجاج مدقوق شوي مو كثير. وفي فتافيت شوي بحطها، اللي هي تندر على قولتهم، هم بحطها.
شفتوا التتبيلة هذه؟ حطوها وخلوه راح نقلبه من فترة ثانية. أفضل إني أغطيه. غطيته بنات كل تقريبا 10 دقايق بجي وأقلبه، كل 10 دقايق بجي وأقلبه لحد ما أحس إنه هنا جميل الريحة. راح أبدأ أقلبهم. طبعا أنا خليت الصوص علشان تستوي بالصوص حقها، بعدين ممكن نشيلها وننشفها. قلبيها كل 10 دقايق قلبيها. خلونا نقلي جنبها. يومي الريحة يا جماعة. تخيلوا هذا الصوص السويتي شوي، عفوا الدجاج السويتي شوي يكون معاه صوص حلوينو سبايسي يامي. ما شاء الله تبارك الله هذا الدجاج شوفوه خلص يشهي. المهم انا دقت القطع اللي على جنب يا جماعة تموت. طبعا تحمصون الخبز براحتكم، انا محمصته. بحط من الصوص اللذيذ جدا. بحط قطعة الدجاج او قطع الدجاج بهذا الشكل. بحط شريحة الجبن، نحط الطماطم. المهم يعني رتبوه بالطريقة اللي تكونها انتم مناسبة. والخس انا حبيت اني اقطعه بهذا الشكل. خلاص تبين تزيدين صوص زيدي، تبين تحطين هالبينو حطيه. نكمل باقي الساندويتش. طبعا ما شاء الله ذاقوها العيال، انهاروا عليها، تموت. لذيذة يا جماعة، جربوها واكيد بتحبونها وعيالكم بيحبونها.